والله العظيم يا جماعة اتعرضت لعملية نصب، اللي هو أنا مش عارفة أروح فين واجي منين. لا أنا عارفة أرجع سكني القديم ولا أنا عارفة أكمل في الجديد، وضايعة بين الاتنين. ضايعة بين الاتنين، ما بقتش. بقيت فترة عايشة فيها في رعب، مش قادرة أوصف لكم. ما كانش فيه غير أنا وبنتي. لكن والله العظيم لما الواحد بيقول يا رب، ربنا سبحانه وتعالى بيفتح ابواب كتير قوي 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 قوي. اللهم لك الحمد والشكر يا رب العالمين. ايه ده؟ هو انا ما قلتش السلام عليكم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا حلوين، صباح الخير يا معسلين، صباح الخير يا عسلات يا شربطات. والله العظيم يا جماعة، اللي بيمنعنا عنكم ما تعرفوا ايه اللي بيمنعنا عنكم. انا النت قطع عندي اهو. ده تاني يوم، امبارح وادي النهارده. الاسبوع اللي فات قعد 3 ايام، ما اعرفش يا جماعة، والله العظيم مش عارفة. طالعين واكلين نازلين واكلين. انا الشهر اللي فات لما انا جيت هنا الشقة، اما بنتي جابتني انا دافعة كام؟ عامله الباقه ب 200. وقالوا لي عليكي مش عارفه تليفونات ولا نيلات، اللي هو الارضي ده دفع 80 جنيه ولا 85 جنيه، يعني حرام 300 جنيه. وبيقطعوه كل اسبوع يومين ثلاثه. هو الاسبوع فيه كام يوم؟ كام يوم وكام 3 ايام وكام؟ بجد والله العظيم حاجه بقت صعبه جدا جدا جدا. ربنا بقى يرحمنا برحمته ويتولانا برحمته. طبعا النت لما بيكون قاطع بصراحه الواحد بيبقى فعلا يعني. انا قاعده في البيت يعني برضو عايزه اتسلى، ببقى يعني برضو ايه مش مبسوطه. المهم زي ما انتوا شايفين كده، ايه انا كنت نشره. طبعا ساعات بنام على الكنبه ديت، بفرش الملايه وبنام عليها، ورغم ان الجو بيبقى نار كده. اللهم صل وسلم عليك يا سيدنا النبي. كان في شويه كنت غاسله شويه غسيل كده بساط كده. فرحت ايه جلبيتين بتاع، رحت نطرتهم على الكرسيين. وكمان برضو كان في برضو جلبيتين برضو ايه نطرتهم على رخامه المطبخ. عايزه اقول لكم رخامه المطبخ تحطوا دوكا عليها تلاقيها نار. نار يا حبيبي نار. والله ما اعرفش. الشقه ولع يا جماعه، مع اني انا مش اخر دور، ده فوق مني دور. بس هو زي ما بقول لكم كده، الحمد لله. زي ما انتوا شايفين كده، انا قاعده على الكرسي وبروق الدنيا و... وبنضفها كده. ولازم يعني الواحد ما ينفعش يقعد في دنيا مكركبه او مش نظيفه. وقدام يعني الناس في بعض حد بيقول لي انت على طول بيتك مكركب. يعني واحده على طول تخش لي تقول لي انت على طول مطبخك مكركب. يا ستي ما هو انا عايشه، ما هو انا كائن. انا كائن يا جماعه. باكل وبشرب وبستحمى وبوسخ طبق وبوسخ مش عارفه ايه، وبيجيني اكل بطبخه وبعمله لنفسي. فده طبيعي ان الدنيا تتوسخ، هدوم بتتغسل بتتنشر، ارض يعني شيء طبيعي. انا كائن. انا مش بكركب الدنيا او بوسخها عشان اصور، لا ما هو انا كائن. يعني انا مش زحلفه. انت لو عندك قطه بتوسخ، هتحط لها اكل، هتعمل لها لا مؤاخذه تنضفي الليتر بوكس، هتوقع ما اعرفش ايه، هتاكل وتبحتر ايه. ده شيء طبيعي. انما انا بني ادم اكيد بوسخ. وده شيء طبيعي يا جماعه، دي الحياه اللي احنا عايشينها. سبحانك يا رب، ما هو احنا لازم الدنيا تتوسخ وننضف حوالينا. عادي يعني، مش زحلفه يعني. حتى الزحلفه برضه هننضف وراه. المهم زي ما بقول لكم كده، معلش يا جماعه ما تركزوش، انا حوله بشغل البتاع ساعات ما بيشتغلش التليفون ما بيصورش، بيفصل وافضل كده تالي ان هو بيصور وما ما بيصورش، بيبقى مش فاتحاه او بيفصل لوحده. ما علينا يعني، عادي عادي. البعض منكم هيقول لي يا نصرة ايه ده، انت كل حياتك يا نصرة مقاسي؟ يوه مقاسي 38، قلت 90 ألف مرة مقاسي 38 يا حلوين. لا مش حياتي كلها مقاسي، انا بحكي تفاصيل انا مريت بيها في حياتي. وبعض الازمات اللي ممكن اي حد النهارده وبكره والسنه الجايه والسنه اللي بعدها بيبقى طبيعي. ممكن يبقى في رخص بس في، يعني في رخص بس انت ما عندكيش فلوس. ممكن تبقى الحياه بسيطه جدا ورخيصه جدا بس انت ما تملكيش حاجه. فده شيء طبيعي. المهم زي ما بقول لكم كده، الراجل اللي انا كنت متجوزاه ربنا يعني ايه هو توفى. وبعد كده زي ما بقول لكم سالت عمه كان في الصعيد، جه سال على معاش وبتاع، ما لقاش لي معاش. هنا زي ما بقول لكم كده، الجلابيتين دول كنت شاطفاهم كده ونشراهم عشان ايه. طبعا زي ما بقول لكم الرخامه دي فرن سخنه جدا. المهم ما لقيتلوش ليه معاش. قالوا ان هو قعد كام شهر كده ولا سنة يحط في
يشترك في التأمينات وبعد كده قعد فترة ما يدفعش وبتاع مش عارف. هنا طبعا بدل ما اجيب الجردل واشيل واعمل، لا عادي بكب شوية مية كده بالازازة واعمل بالمساحة واحط شوية عطر كده يروق الدنيا ويخلي الدنيا معطرة وحلوة كده. وخلي بالكوا الترويق والمكان يكون حواليكي متروق، اكيد ده بيديكي راحة نفسية وبتبقي انت مبسوطه، غير ما تكون الدنيا مكركبه حواليكي فقادره او مش قادره هتقومي. حتى لو انا بعمل حاجات بسيطه كده والمفروض ان انا ما اقفش على رجلي عشان رجلي تخف، عشان رجلي تخف، والدكتور قايل لي يعني ما توقفيش وما تعمليش. بس طبعا زي ما انتوا عارفين يعني مش هينفع. فبروق كده، ولو لقيت نفسي تعبانه بقعد 15 دقايق وارجع تاني استأنف العمل، ان كان في طبقين اغسلهم، ان كان في مش ما علينا. المهم، فالمهم انا ايه زي ما بقول لكم كده ابتديت ابيع الهدوم وبتاع، والمشروع اللي انا كنت كلمتكم فيه ده قبل كده. والمشروع ابتدى فعلا كان وقته جميل جدا جدا جدا. اي اثناء المشروع ده كانت الدنيا حلوه قوي قوي. كنت مبسوطة وكنت مرتاحة، مش مرتبطة بشغل في بيوت ولا مرتبطة بأي حاجة. كنت سعيدة. كان اللي عايز يجي ياخد مني حاجة يخبط على الشباك، يخبط على باب الشقة، يا موافقة عايزين ملايتين سرير، عايزين معرفش. كانت وقتها يا جماعة الملاية ب35 جنيه، تروح تشتريها من العتبة ب35 جنيه. ما هوش قطن بس هي قرب القطن، قماش طري كده نشتريه وتتباع بكام؟ كانت ب35، تتباع بالقسط بقى على 5 شهور ولا بتاع، كل شهر 5 ولا كل اسبوع 5 ولا تكسبي فيه 15 جنيه. رضا قوي، رضا قوي، رضا من عند ربنا. النهارده لا طبعا، ولا تكسبي 50 جنيه في اليوم ولا هيعملوا اي حاجه. فكانت الحياه حلوه، كانت الحياه ظريفه وجميله، وكانت الدنيا رخيصه. رغم ان الكلام ده مش من زمان، الكلام اللي انا بقوله ده يعني مش من زمان. كنت مثلا اخد بنتي واسافر البلد، اقعد شويه. كان ابويا لسه عايش الله يرحمه يعني. الكلام ده من زمان، من حوالي 30 سنه كان ابويا عايش. كنت اروح اقعد عند في البلد مع اهلي وبتاع يومين 3، سعيده مبسوطه، ما في مش شايله هم اي حاجه. الدنيا لذيذه وحلوه، و ما عنديش اي مشكله. الناس الكويسين اللي بتعامل معاهم بياخدوا حاجات قسط مني، ساعات يخبطوا على الشباك ويديني الفلوس، ساعات يبعتوا عيالهم يديني الفلوس. فكانت الدنيا حلوه. واحط بقى في البطرمانات واجي اخر الشهر ايه اجمع الفلوس ديت، انزل اجيب بيها بضاعه للناس. تمام. لحد لما بقى جينا ايه في وقت مش ظريف كده. الدنيا ابتدت تغلى بقى سنة 2، الدنيا ابتدت تغلى، وبنتي ابتدت دخلت المرحلة الإعدادية. بقت المرحلة الإعدادية لها مصاريف أكتر، لها دروس، لها مجاميع، لها معرفش ايه. ابتدت الدنيا تغلى عليا وعلى الناس كلها. ابتدت الناس، في ناس كانت مناكفه معايا اللي كنت ببيع لها، في ناس ما كانتش بتدفع، كانت ناس تاخد كميات كبيره من الهدوم ما كانتش تدفع، كانت تتعبني، كانت مش عارفه ايه. لحد انا بقى ايه بيني وبينكم ما جت بقى بمرحله اللي هو انا زهقت فيها بقى، ان هو كذا واحده تزهقك يعني. يا ستي اديني فلوسي، طب بكره، طب الشهر الجاي، طب اصل ظروفي، اصل جواباتي. ابتديت احس بقى ان انا شايله مشاكل الناس، وده ابتدى ياثر عليا. غير كده وكده كمان كان في واحده جنب مني، ست يعني بسم الله ما شاء الله، وحش كاسر يعني ما شاء الله. ما اعرفش هي ميته ولا عايشه، الله يرحمها. الرحمه تجوز على الميت والعايش. كانت هددتني اكتر من مره، هي تاجره كبيره، وتقول لي انت بتبيعي ارخص مني وانا هعمل واسوي فيكي وانا مش عارفه ايه. كانت بتهددني دايما. وست بصراحه يعني اساسا لو كانت نفخت فيا كانت طيرتني، لان بسم الله ما شاء الله طول بعرض، انا قصاد منها زي الزحلفه. فكنت فعلا قلقانه جدا ومرعوبه جدا، خاصه ان انا ما كانش في حد جنبي مني غير انا وبنتي. وكانت تيجي تقول لي انت بتبيعها ارخص، انت مش عارفه ايه عشان تبيعي انت. اقول لها يا ستي ده انا على بابا الله. واحده تيجي تقول لي ده انا ممكن انزل العتبه اخر الدنيا اغير ملايه، اغير عبايه. انت مفكره ان انا بنزل اجيب بالالوفات؟ يا ستي انا مش، ما فيش فايده. المهم الست كانت صعبه جدا جدا، الله بقى يسامحها ويسهل لها الحال. لحد ما ابتديت بقى ان انا بصراحه اتخنق من الشغلانه دي، وابتديت ان انا ايه اقول ايه خلاص بقى انا هصفي، والقرش اللي ليا عند الناس هاخده، وخلصنا بقى من الموضوع ده. ابتديت بقى طب يا نصر هتعملي ايه يا نصر؟ هدور على شغل. ابتديت ان انا ايه افكر ان انا اشتغل في بيت، واقول خلاص اريح دماغي من الوش، وابتدي ان انا
ابتدي ان انا اشوف شغل بقى عشان دروس بنتي، وبنتي دخلت مرحلة تعليمية اغلى من الاول وكده، ابتدي ارتب حياتي، مفيش حد هيستناني، لحد ما اشتغلت في بيت، وهنا كانت الكارثة الكبيرة. طبعا زي ما انا قلت لكم، الناس اللي هم اصحاب البيت دولت كانوا بيحبوا انا هكملكم طبعا اكيد القصة، او هكملكم كل حكايات بعد كده، لان الفيديو بيخلص بسرعة. اهم حاجة بشكركم جدا، اهم حاجة ما تنسونيش بالدعوات، اهم حاجة خليكم معايا يا جماعة، يعني اسألوا عليا، ادعوا لي كده ان ربنا، انا ماليش غيركم بعد رب العالمين، ربنا يا رب يكرمكم ويستركم في الدنيا والاخرة، ويسعدكم ويجعل ايامكم كلها خير وبركة. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد مع حكاية جديدة.